بسم الله. السلام عليكم. انت قاعد تذاكر مركز شايل هم الدنيا كلها، وبعدين تيجي يوم الامتحان وتعمل حاجة بسيطة تخليك تندم. انا مش هنا اقول لك ذاكر كويس، انا هنا اقول لك العشر اخطاء اللي بتخسر ناس شاطرة، مش فاشلين، شاطرين. لو عملت اي واحدة منهم ممكن تخسر درجات من غير ما يكون في غلطة في معلوماتك، فخد بالك. هبدأ بالأهم من الأخف للأخطر. في النهاية أقول لك الغلطة رقم واحد اللي بيعملها 80% من الطلاب وما بيتكلمش عنها حد. الخطأ رقم 10: نوم ليلة الامتحان على المذاكرة. أنا أسهر الليلة أراجع كل حاجة، ده أسوأ قرار ممكن تاخده. دماغك لما بينام بيحفظ معلومات جوه الذاكرة بعدة المدى، ولما بتسهر الحفظ مش بيكمل، والنتيجة إنك تصحى تاني يوم ومش فاكر اللي ذاكرته امبارح. الصح إنك تخلص مراجعتك على 11-12 بالليل بالكتير، نام لك 7 ساعات على الأقل، دماغك هيشتغل بكفاءة أحسن 40% لو نمت. النوم مش كسل، النوم جزء من المذاكرة. خطأ رقم 9: الأكل الغلط صبح الامتحان. خطأين: أنا مش جعان مش هاكل، أو هاكل فول وطعمية وكشري عشان أتقوى. الاتنين غلط. لو صحيت على معدة فاضية تركيزك بينزل بشكل ملحوظ بعد ساعة، ولو أكلت أكل تقيل الدم بيروح للمعدة مش للدماغ، بالتالي هتحس بنعاس وبطء في التفكير. ده عملنا له فيديو مخصوص على القناة، ممكن ترجع تشوفه، بيتكلم عن الجزئية دي بس. الصح إنك تاكل أكلة خفيفة، بروتين مثلا، بيض، جبنة، شاي أو عصير بس. نيجي بقى للخطأ رقم 8: هو الدخول على اليوتيوب أو السوشيال ميديا قبل الامتحان بساعة. أنت بتعمل كارثة حرفيا. أنا بس هشوف حاجة بسيطة واهدى. لا، مش هتهدى، هتلاقي نفسك بعد 30 دقيقة بتتفرج على قطط. قبل الامتحان بساعة دماغك في حالة شبه تأهب. أي محتوى جديد بيدخل عليك بيشوش الأولويات. الصح إنك تراجع مراجعة خاطفة كده لأهم النقط، تشرب مية كتير، أو تشرب مية يعني عشان ما تشرب، حاول تكون متوازن في شرب المية، ما تشربش مية كتير برضه عشان ما تروحش الحمام، وتليفونك في الدرج. أوكي. الخطأ رقم 7: قراءة الأسئلة بشكل غلط. ده الخطأ اللي بيحول طالب شاطر لطالب بياخد نص الدرجة. أوكي. هديك مثال بسيط جدا. لو السؤال قال لك علل، أوكي، وأنت كتبت تعريف، الدكتور هنا مش ملزم إنه يديك أي درجة حتى لو معلومتك صح. الصح إنك أول دقيقتين، يا عم خد 5 دقايق، أول 5 دقايق اقرأ كل الأسئلة، عد عليهم، وحط تحت الكلمات الأساسية في كل سؤال خط كده، وبعدين ابدأ بقى. وجينا للخطأ رقم 6: توزيع الوقت بشكل عشوائي. تيجي على سؤال ب5 درجات وتقعد عليه تلت ساعة، وتلاقي في الآخر سؤال ب15 درجة وكتبته في 5 دقايق. ده بيحصل مع ناس كتير. الصح إنك قبل ما تبدأ احسب الوقت. عندك مثلا 3 ساعات و100 درجة، يعني كل درجة تاخد دقيقة و80 ثانية. كل درجة بالظبط تاخد دقيقة و80 ثانية. سؤال ب10 درجات هياخد معاك 15 دقيقة بالظبط. فحاول تلتزم بالوقت، وعلم على أي سؤال صعب وارجع له بعدين. الخطأ رقم 5: الضغط الاجتماعي في قاعة الامتحان. زميلك بيقلب الورق بسرعة، انت لسه في أول صفحة، دماغك يقولك هو خلص أنا متأخر. لا، فتبدأ تكتب أسرع من غير تفكير وتغلط. الحقيقة إن في أي امتحان الناس بتقلب الورق من الخلف للأمام من غير ما تعرف أصلا تجاوب على حاجة. مش أنت اللي متأخر، هما اللي مش عارفين يوزعوا وقتهم، فتشيل نظرك على اللي حواليك أنت والورقة بس. نيجي بقى للخطأ رقم 4: هو الإجابة على الأسئلة الصعبة أولا. ده خطأ كبير. الغريزة بتقولك خلص الصعب الأول وريح دماغك، دي الغريزة، ودماغك بيعمل العكس بالظبط. لو وقفت على سؤال صعب في الأول هيستهلك من طاقتك الذهنية ووقتك وثقتك في نفسك، كل ده قبل ما توصل للأسئلة اللي انت أصلا عارف تجاوب عليها. فالصح إنك تبدأ بالأسهل دايما. الأسئلة السهلة بتدي دماغك أو بتديك confidence، ثقة وإيقاع، وبتديك درجات مضمونة، انت ضامن ده. أما الصعبة ارجع لها في الآخر زي ما أنا قلت. بعد كده الكتابة من غير هيكل.
هديك مثال بسيط. في مادة مثلا زي التاريخ أو الجغرافيا بتيجي تكتب إجابة طويلة وكل حاجة بتبقى مع بعض في بلوك واحد أو نص واحد. المصحح دلوقتي بيشوف 150 ورقة، لو إجابتك مش منظمة هيقرأها بسرعة ويمشي، فبالتالي نتيجتك هتكون مهمشة. الصح إن أي سؤال مقالي تبدأ بثلاث حاجات: جملة تعريفية، نقاط مرقمة، جملة ختامية. جملة تعريفية سطر واحد، نقاط مرقمة أو عناوين فرعية، جملة ختامية. المصحح لما يلاقي كده هيديك درجتك بالظبط. الخطأ رقم 2: المراجعة على آخر لحظة من مصادر جديدة. احذروا احذروا. يوم الامتحان صاحبك بيقول لك انا شفت كلام على جروب ان في سؤال هيجي كذا عن كذا، وانت تروح تفتح ملزمة جديدة او فيديو على اليوتيوب. ده خطأ فادح، ده مدمر. مخك في الليلة ديت مش قادر يستوعب معلومات جديدة بكفاءة، وده مش رأي، ده علم أعصاب. اللي هتعمله هو إنك تخلط اللي اتحفظ بمعلومات ناقصة جديدة، فأنت كده يا باشا دخلت في سكة تانية خالص. الصح إن يوم الامتحان المراجعة بتاعتك من مصادرك أنت بس، كتابك، ملزمة، ورقة ملخصاتك أنت وخلاص. الخطأ رقم 1 الأهم والأكثر تأثيرا: الغلطة دي ما فيهاش معلومات جديدة بس فيها تكنيك دماغك محتاج لها جامد، هو إنك تدخل الامتحان وإنت عارف إنك هتعوض. أنا عارف إن الثلاث مواد دول أنا ضعيف فيهم بس هعوض في غيرهم. الطالب اللي بيفكر كده بيدخل القاعة أو الامتحان بذهنية أو المايند سيت بتاعته أنا تعبان في حاجات أو ناقص لي حاجات، والمايند سيت ديت بتأثر على أدائك في حتى في المواد القوية، في المواد اللي أنت قوي فيها. الأبحاث بتقول إيه؟ إن توقعك عن نفسك قبل الامتحان بيتوقع أدائك أكتر من مستوى تحضيرك ب35% في بعض الحالات. يعني إيه برضه؟ هقول لك الصح. قبل ما تدخل الامتحان قول لنفسك جملة واحدة: أنا جاي أكتب اللي أنا عارفه مش أتذكر اللي أنا نسيته. الفرق في الإطار الذهني ده بيفرق درجات حقيقية. خلينا نعمل ريكاب سريع كده. نام كويس، أكل خفيف، بعيد عن السوشيال ميديا قبل الامتحان، اقرأ السؤال بعناية، وزع وقتك بالدرجات، مش شايف غيرك في القاعة، ابدأ بالسهل، نظم إجابتك، ما تفتحش مصادر جديدة، ادخل بذهنية صح وبس. وشير في الخير، ولو الفيديو ده فاد حد تعرفه أو هيفيد حد تعرفه بعتله دلوقتي علشان قدام امتحان ومحتاج يسمع ده. وكومنت تحت ايه أكتر غلطة بتعملها أنت، وسبسكرايب، وهتلاقيني هنا كل أسبوع بمحتوى يفرق. جود باي.